بصوا يا حبايبي، انا كده خلصت الحلبه المعقوده اللي في منتهى الجمال. هي بصوا عامله زي المربى ده، قوامها في منتهى الجمال. طبعا اللي مخلينا مدينا القوام ده هي اللي قولوا معايا اللي هو المغات. المغات قد ايه هو مغذي ومفيد جدا للعظم. وانا تابعوا الفيديو يا جماعه وادوني الكميه الحلوه دي. 2 كيلو عسل ادوني 3 كيلو بعد المقادير بتاعتنا. حاجه جميله وحاجه نظيفه في البيت، واحنا عاملينها بنظافه وجمال واحنا عارفين عاملينها ازاي. اللي مش عايز يحط مغات يا جماعه يتابع نفس الفيديو ونفس الكميات اللي انا حطيتها ويحطوا حلبه عادي. بس دي طريقتي وانا حبيت اوريها لكم على السريع كده حبايبي، واشوفكم في وصفه جديده واشوفكم على خير. باي باي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهارده بقى يا جماعه هعمل لكم حاجه جميله جدا تنفع وتدفينا بقى في الشتاء والجو الساقع ده. هي المفتقه. في القاهره بيقولوا عليها مفتقه، اسكندريه بيقولوا عليها حلبه. هنخش على المقادير على طول يا حبايبي. انا معايا 2 كيلو من العسل الاسود، ومعايا نص كيلو الا ربع سوداني، ومعايا ربع تمن سمسم، ومعايا كوبايه زيت يا جماعه. كوبايه زيت لازم تكون زيت كويس، يعني زيت ذره، زيت عباد الشمس، زيت نضيف يعني. ومعايا 6 معالق دقيق، و3 معالق حلبه، و6 معالق مغات. هي دي مقدارنا المقدار ده، يعني كل كيلو هياخد 3 معالق دقيق، معلقه ونص حلبه، 3 معالق مغات. ماشي يا حبايبي، ويلا بقى نخش على التطبيق وثانيه واحده. بصوا يا جماعه بقى، احنا هنبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالزيت الاول يا جماعه. ماشي، اول حاجه هنحط كوبايه الزيت. ماشي، عشان احنا انا جايبه السمسم من غير، عايزاه ابيض عشان انا عايزه احمره. لما بيتحمر طبعا في الزيت بيبقى جميل جدا. وهنحط الاول السمسم. هنحط الحاجات بالتدريج بحيث ان احنا اللي هو الحاجات اللي هي محتاجه البيضه يعني محتاجه سوا بنحطها الاول يا جماعه. ماشي، هنوريكم الطريقه، وحاجه حلوه قوي وحاجه نظيفه برده احنا عاملينها بايدينا. وكل ما بنعمل حاجه طبعا احنا بايدينا بتبقى كويسه لاولادنا وعارفين هي فيها ايه. هنحط السمسم كده، هنحمره الاول. اهم حاجه يتحمر قوي السمسم، عشان السمسم هو الاكتر حاجه بيضه. وهننزل تدريجيا واحده واحده، بعديها بالسوداني، وبعد كده بعديها بالدقيق، وبعد كده هننزل العسل، وبعد كده هنحط الحلبه، وبعد كده هنحط المغات اخر حاجه يا جماعه. ماشي، المغات انا ما بحمرهاش، انا بس بخليها في الاخر خالص كده بحيث ان هي تدي ريحه في الاخر. وثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، احنا بدأنا ايه؟ بالسمسم. طب ليه بقى مثلا ممكن نقول احنا ما بدأناش بالدقيق الاول ليه؟ لا، معلومه بقى يا جماعه، عشان انا بقول لكم التكات والحركات بتاعتي. احنا بنحط السمسم عشان احنا قلنا السمسم محتاج ان هو يتحمص كويس. لو نزلنا بعد اللي هننزل دلوقتي بالايه؟ بالسوداني. بصوا يا جماعه، انا كده بقى نزلت حمصت السمسم ونزلنا بالسوداني. انا بنزل بالسوداني، بس السوداني عندي متحمص، انا بخلي بس يا دوبك مجرد ان هو يسخن بس يا جماعه. وهننزل بقى ايه؟ بالدقيق. الدقيق بقى اخر حاجه، علشان الدقيق ما بيستحملش. الدقيق ما بيستحملش اللي احنا بس بنقلب فيه كده شويه بحيث ان هو بس ريحته تطلع. برده انا مش عايزاه برده يحمر، انا عايزه بس كله كده الحاجات تطلع الرطوبه بتاعتها. بالنسبه للدقيق وبالنسبه للسوداني، السوداني لو كان مش متحمص عندكم نزلوه الاول. ماشي يا حبايبي، وسهله جدا وجميله وفي منتهى الجمال وحاجه جميله جدا. كل الخطوات دي بقى في ناس بيعملوها بالحلبه بس، لا انا بحب اعملها بالحلبه بحاجه بسيطه بس. انا بحب احط ريحه الحلبه فيها بس، وبعد كده بحط المغات. ماشي يا حبايبي، وهنزل بقى كده بالعسل الجميل بتاعنا ده. بصوا منتهى الجمال، سهله جدا 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 وما بتاخدش وقت، وحاجه جميله جدا. ماشي يا حبايبي، وهنديله برده تقلبتين كده بسرعه بسرعه. هننزل بالحلبه برده تدريجيا، هي كلها ما بتاخدش ثواني معانا. الحلبه بقى اللي عايز بيعملها بالحلبه مفيش مشكله، بس انا بحب دي طريقتي وانا بحب اوريها لكم برده يا جماعه بحيث ان كل واحد يستفاد بالتاني. انا بنزل الحلبه دلوقتي وهو قبل ما العسل بيغلي علشان ما تكلكعش مننا.
وعشان برضو ايه المراره ما تبقاش جامده قوي، فانا بعمل الطريقه دي. فهي دي طريقه برضو بوريها لكم كلكم. وهننزل اخر حاجه برضو المغات يا حبايبي. المغات بقى بتدي تيست عالي جدا وحلوه جدا ومفيده وكويسه للعظم. اي نعم هي هتطخن، بس احنا مش هناخد منها كتير، احنا هناخد منها كده ايه حاجه بروكيه كده حلوه بس للاطفال للشباب، للناس الكبيره اللي ما عندهاش سكر تبقى جميله جدا للعظم. بس احنا بنقول برضو احنا برضو لازم ندوق، فلازم ندوق كل حاجه حبايبي احنا بنعملها ومتاكدين من نظافتها، وحاجات جميله احنا بنعملها في بيتنا. وزي ما عودتكم دايما في مطبخي بقول لكم كل الاسرار. انا مش محتاجه منكم حاجه بس غير انك تدعوا لي ربنا كده يدينا الصحه ويسترها معانا يا رب، ويشفي كل مريض ان شاء الله. بصوا حبايبي هي بص اهي خلاص كده هي هتغلي، هتقلب بس مجرد ان هي هتقلب زي القهوه كده. احنا مش عايزينها برضو تقعد تغلي جامد، احنا هتقعد يا دوبك بس تغلي طول بس ايدك في يعني طول ما هي على النار نفضل نقلب فيها شويه كده يا جماعه. وادي الحلبه المعقوده اللي في منتهى الجمال بنظافه احنا بنعملها في بيتنا. الدقيق بقى يا جماعه هو عمليه الربط اللي احنا بنحط 3 معالق دقيق على 2 كيلو سكر على 2 كيلو عسل، عشان ده الربط بتاع الحلبه يا حبايبي او المغات. والمغات قصدي الحلبه او المفتقه ماشي يا حبايبي. والمغات طبعا بتدي تيست حلو جدا جدا جدا. انا ما بحبش ريحه الحلبه كتير، فهي دي المقدار، يبقى مقدار الكيلو هنحط له 3 معالق مغات، معلقه ونص من الحلبه، 3 معالق دقيق، كيلو سكر، كيلو عسل، نص كوبايه زيت. دول مقدار يا حبايبي من 2 كيلو. تابعوا بقى الفيديو من اوله وهيبقى جميل جدا وهتبقى حلوه قوي. هتغلي بس شويه وبعد كده لما تبرد هنروح طافين عليها وتهدى خالص، وبعد كده تغرفوها بقى في البطرمانات في علب في اي حاجه انتوا عايزين. ماشي يا حبايبي. منتهى الجمال المفتقه على القاهره والحلبه على طريقه اسكندريه. ماشي يا حبايبي. بصوا بدات تتقل معايا وبتربط وعامله زي المربى. بصوا منتهى الجمال، يعني مش محتاجه اي حاجه. ماشي يا حبايبي. انا بس عايزه اخليكم معايا للاخر علشان ايه تشوفوها. بس انا هطفي عليها قد ايه عشان بس ما تخلوهاش تغلي جامد، بحيث ان احنا ما تتقلش منكم جامد. بس هي دي المقادير بالظبط، هو ده مقدار اللي هيمشي عليه. هتطلع في منتهى الجمال خطيره. وممكن اي حد عايز يعملها بقى مشروع، يعملها اي حاجه ممكن يعملها. بس يعني هي بقى المغات هي اللي غاليه شويه والله، والسوداني والسمسم، بس حاجه نظيفه يعني حاجه نظيفه، ومش بنعملها كل سنه من السنه للسنه. فيعني اهو ناخد حاجات بسيطه كده وخلاص. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي هي غليت كده خلاص. انا هطفي عليها. هي عايزاها بس تقلب كده زي القهوه، وهنحطها بقى نسيبها تبرد وهنغرفها اهي. بصوا الغليان هي بس كده. بصوا التقل بقى والسمك بتاعها. المغات بتديها قوام مع الحلبه مع الدقيق في منتهى الجمال زي المربى بالظبط. وثانيه واحده بقى هنخليها تبرد يا جماعه، وبعد كده هنغرفها. ماشي. هنحطها في البطرمانات ثانيه واحده.